بجد دي أحلى وأسهل أفكار عملتها لتوزيعات العيد. النهاردة هعمل معاكم 10 أفكار لتوزيعات العيد، توزيعات سهلة وبأفكار جديدة وغير مكلفة نقدر نقدم بيها العيدية بشكل لطيف. تعالوا نشوف هنعملهم ازاي. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو انتوا لسه أول مرة بتشوفوا القناة بتاعتي، انزلوا حالا اشتركوا في القناة وفعلوا زرار الجرس على علامة الكل عشان يوصلكوا إشعار مني بكل جديد أنا بقدمه، واعملوا لايك حلو زيكم. ويلا بينا على أول فكرة. الفكرة دي حلوة أوي وجديدة ومش مكلفة ومن صلصال الفوم. كل اللي هنحتاجه غطا لمبة عشان نعمل منها التوزيعة، وفي الفكرة دي هنستخدم بس صلصال الفوم. هبدأ أول حاجة أعمل كورتين كده من صلصال الفوم باللون اللبني، وهجيب كده أي أداة عندي مسطحة أو مسطرة أو أيا كان الحاجة اللي موجودة عندنا، وهبدأ إن أنا أبطط الكرة بالشكل ده. بعد كده همسك الكرة دي وهبدأ أشكلها بإيديا كده كأنها ورقة شجرة عشان هعمل التوزيعة على شكل أرنب. وبأداة التشكيل دي كده ببدأ أعمل تجويف وبظبط كده الشكل، وبنفس الطريقة هعمل الودن التانية بالشكل ده. ببدأ أعملها كده كأنها شكل ورقة شجرة أو مثلث، وبالأداة دي كده بعمل التجويف وبسيبها كده. بعد كده بقى للأذن الداخلية جبت صلصال فوم باللون الأبيض، وهعمل منهم كورتين صغيرين عشان هتكون الأذن الداخلية للأرنب. بعد كده ببدأ إن أنا أشكلهم برضو على شكل ورقة شجرة عشان أبدأ أثبتهم كده في الأذن الخارجية بالشكل ده، وبلزقهم في بعض بالطريقة دي وبسوي الشكل كده. وطبعا احنا عملنا على القناة ابداعات كتير من صلصال الفوم، وطبعا عارفين المعلومة دي ان صلصال الفوم بيلزق لوحده مش محتاج اي مادة للزق. دلوقتي بقى هنبدأ نعمل الودن التانية بنفس الطريقة. بنشكل كده الأذن الداخلية بالشكل ده على كأنها ورقة شجرة، وهنثبتها في الأذن الخارجية اللي باللون اللبني بالشكل ده، وهنسويها كده. وبكده تكون ودان الأرنب جاهزة معانا. هجيب بقى مسدس الشمع كده وهبدأ ان انا اثبتهم كده على غطا اللمبة بالشكل ده من فوق. بعد ما حطيت الشمع كده على غطا اللمبة ببدأ ان انا اثبت الودن الاولى للارنب بالشكل ده، وبعد كده هحط شمع الناحية التانية وهثبت الودن التانية بالطريقة دي كده. بعد كده هستخدم الالوان الماركر، تقدروا تستخدموا مكانها الوان فلوماستر لو مش متاح عندكم الوان ماركر. هاخد القلم الماركر اللي باللون الاسود ده وهبدأ ان انا كده ارسم عيون الارنب بالشكل ده، واخترت قلم ماركر باللون اللبني عشان يبقى لايق مع ودان الأرنب. وهبدأ ان انا كده ارسم المناخير بتاعة الأرنب بالشكل ده كأنه مثلث مقلوب بالطريقة دي كده. بعد كده بقى بالقلم الماركر اللي باللون الأسود ببدأ ان انا كده ارسم البق بتاع الأرنب. بصوا بقى الشكل بدأ يبان ازاي. وبالقلم البينك ده كده هبدأ ان انا اعمل له خدود كده عشان يبقى شكله كيوت. كده بقى معانا احلى ارنب من صنع ايدينا وكمان جاهز للتوزيعات. هنجيب بقى التوزيعات بتاعتنا كده، البونبوني بقى والتوفي او الشوكولاتة او العيدية نفسها اي حاجة تحبوها. هنبدأ بقى نحطها كده جوه التوزيعة بالشكل ده. بعد ما حطينا التوزيعات كده هنجيب بقى مسدس الشمع كده وهبدأ ان انا احط شمع كده على الاطراف، وهجيب كده ورقة فوم باللون اللبني وهنلزقها كده على التوزيعة بالشكل ده، وبالمقص كده هشيل اي زيادات. ترى وده كده بقى شكلها النهائي. بجد طلع شكلها تحفة. وبكده نكون حولنا غطا لمبة قديم لأجمل توزيعة عيد شكلها جديد ومش مكلفة خالص. تحفة، لازم تجربوها. هنعمل تاني توزيعة من غطا لمبة بس المرة دي هنعملها بشكل جديد. هنحتاج صلصال فوم باللون البينك، هنعمل منه كورتين كده بنفس الطريقة اللي عملنا منها الفكرة الأولى، وهنكورها بالشكل ده. وبعد كده هنبططها كده بالطريقة دي. بعد كده هعمل كورتين صلصال فوم باللون الأبيض أصغر في الحجم، وهحطهم كده على اللون البينك وهبططهم بالشكل ده. وبأداة التشكيل اللي بتيجي مع صلصال الفوم دي كده هبدأ ان انا اشيل كده جزء من الدايرة في الاتنين دول كده، ودي كده تكون اسهل طريقة عملنا بيها ودان الدبدوب. هجيب بقى مسدس الشمع كده وهبدأ ان انا كده احط شمع على غطا اللمبة واثبت ودان الدبدوب بالشكل ده. والمرة دي مش هنبدأ نرسم العيون، انا جبت كده عيون متحركة وهبدأ ان انا كده بمسدس الشمع ان انا اثبتها كده على الغطا بالشكل ده كده علشان تبقى عيون الدبدوب. بعد كده بالقلم الماركر الاسود هرسم بقى بقية ملامح الوش. ببدأ كده ان انا اعمل البق بتاع الدبدوب كده وبعمل له ابتسامة لطيفة، وهعمل الانف بتاعته وكمان هعمل رموش كده للدبدوب علشان كده يبقى شكله كيوت. بقى شكله حلو قوي. هبدأ بقى اضيف له كده فيونكة باللون البينك كده من صلصال الفوم. عملت كده كورتين من صلصال الفوم وكرة صغيرة في النص وثبتهم في بعض. وبأداة التشكيل دي كده بدأت ان انا اعمل خطين كده بتوع الفيونكة. مش عارفة ليه وانا بعمل التوزيع دي قررت ان انا اعملها دبدوبة مش دبدوب، بس الحقيقة ان هي بقت فرفورة مش فرفور. لان انا كنت مفكرة ان هي تطلع شكل دبدوب، بس ما علينا، هي طلعت شكلها حلو برضو. ببدأ كده بمسدس الشمع بقى ابدأ اثبت الفيونكة كده على ودن الفرفورة القمر دي. بقى شكلها حلو قوي. اكتبولي في الكومنتات شكلها فار اكتر ولا دبدوب. كده بقت جاهزة معانا عشان نحط فيها التوزيعات. تعالوا بقى نحط التوزيعات فيها، والمرة دي هنحط كده مع التوزيعات بتاعتنا العادية. حطيت العادية كده وبدأت ان انا احط بقى الشوكولاتات والتوفي بالشكل ده،
وبمسدس الشمع كده هبدأ ان انا احط شمع كده على الاطراف. بعد كده هنجيب ورقة كانسون او قطعة فوم وهنلزقها من تحت كويس كده على الشمع بالشكل ده، وهنشيل اي زيادات بالمقص بالطريقة دي كده. ترى وده كده بقى شكلها، وبكده عملنا من غطا لمبة فكرتين احلى من بعض. الاجمل توزيعة عيد، شكلها جديد ومش مكلفة خالص، سهلة اوي تقدروا تعملوا منها كميات وتفرحوا بيها الاطفال. بجد تحفة، لازم تجربوها. الفكرة دي حلوة اوي ومش مكلفة. كل اللي هنحتاجه ازازة بلاستيك زي دي كده، وهنحدد جزء صغير كده من تحت ونقصه بالقطر او بالمقص بالشكل ده. بعدين استخدمت قطعة من ورق الفوم كده، وهبدأ ان انا اجيب الجزء بتاع الازازة ده وهبدأ ان انا اضغط عليها كده بالشكل ده علشان اخد مقاسها، وقصيت الزيادة بالمقص بالشكل ده. هنتني الدايرة بالنص كده، وهبدأ ان انا اجيب المقص وهبدأ ان انا كده اعمل فتحة بالمقص مرة بالطول، وبعد كده بنتنيها عكس التانية الاولى اللي هي تبقى بالعرض، بقصها كده برضو كذا فتحة بالشكل ده علشان تبقى معايا كده ندخل منها التوزيعات بكل سهولة. هحطها على جنب كده، وهجيب بقى مسدس الشمع كده، وجبت ورقة كمان من الفوم وعملتها على شكل دايرة كده، وهبدأ ان انا احط شمعة كده على ظهر الازازة وهثبت الدايرة بتاعة الفوم بالشكل ده. بعد كده جبت ورقة فوم باللون اللبني كده، وبدأت ان انا افرغها بالطريقة دي كده. هحط بقى عليها شمع كده كويس، وهبدأ ان انا اثبتها كده على الدايرة اللي باللون البينك. وده كده بقى شكلها. هبدأ بقى ان انا اقفل التوزيعة من تحت، هجيب بقى مسدس الشمع كده، وهبدأ ان انا كده احط شمع على اطراف الازازة بالشكل ده كده. بعد كده هلزقها على قطعة الفوم بالطريقة دي. هجيب بقى التوزيعات بتاعتي كده، وهبدأ ان انا احطها جواها. بتاخد بقى كمية توزيعات حلوة قوي، يعني تحطوا فيها بونبوني وعادية او اي حاجة انتوا تحبوها. بعد كده هنجيب اطار من الفوم حوالي 1 سنتي، وهنلفه حواليها كده من تحت بمسدس الشمع. انا للاسف عملت الاطار ده على اجزاء علشان كان مش فاضل كتير قوي في قطعة الفوم اللي هكمل بيها التوزيعة، فحبيت ان انا كده اتصرف. فانتوا بالنسبة لكم اعملوا اطار حوالي 1 سنتي، وابدأوا ان انتوا تلزقوه كده حوالين القاعدة بالشكل ده. بعد كده هحتاج قطعة من الفوم باللون البينك ده، وبعد كده ممكن تقصوا الاطراف بالشكل ده زي ما انا عملت. ده كده بقى شكلها، وعملت كمان واحدة بنفس الطريقة. بقوا معايا الاتنين بنفس الشكل. هجيب بقى مسدس الشمع كده، وهبدأ اجيب قطعة الفوم دي كده واعملها شبه شكل المروحة كده. بتنيها كده زي المروحة. ببدأ ان انا احط نقطة شمع كده في الناحية دي، وهحط نقطة شمع في الناحية التانية، وهثبتهم في بعض كده شوية. ومن جوه كده برضو بثبتهم بنقطتين شمع في الناحية دي كده والناحية التانية بالطريقة دي، وبثبتهم بايدي شوية. ده بقى شكلها. هبدأ بقى ان انا اجيب كده شريط من فوم باللون اللبني، وهبدأ ان انا احط عليه شمع بالطريقة دي، وهثبتها على الطرف ده كده علشان ازينها كده بالشكل ده. وبقفلها من ورا كده برضو بنقطة شمع بالطريقة دي. وعملت التانية بنفس الطريقة. هجيب بقى مسدس الشمع كده، وهبدأ ان انا اثبتهم كده على التوزيعة بالشكل ده، واحدة في الجنب ده كده وواحدة في الجنب التاني. ترى وبقى معانا احلى توزيع على شكل بونبوني. وبس كده بقى شكلها تحفة ومميزة جدا. تقدروا بقى تعملوا منها كميات وتوزعوها بقى لحبايبكم والاطفال ولاي حد انتوا تحبوه. بجد تحفة، لازم تجربوها. تعالوا بقى نعمل فكرتين تحفة احلى من بعض من كوبايات العصير بتاعة التيكاواي دي. هنطلع فكرة حلوة جدا من الغطا، وكمان فكرة حلوة تانية من الكوباية نفسها. تعالوا نبدأ بالتوزيع اللي هنعملها من الغطا. التوزيع دي بجد تحفة. محتاجين غطا كوباية التيك اواي. هنحط التوزيعات بتاعتنا جواها بالشكل ده. هنجيب ورقة كانسون او ورقة فوم، وهبدأ اجيب مسدس الشمع كده واحط شمع على اطراف الغطا بالشكل ده، وهلزق الورقة بتاعة الفوم بالشكل ده. بعد كده بقى اجيب المقص بتاعي وهشيل اي زيادات كده بالطريقة دي. وده كده شكلها بعد ما قصيتها. هجيب بقى دايرتين من الفوم كده باللون الاسود بالشكل ده، وهبدأ ان انا اثبتهم كده في ظهر التوزيع من ورا بمسدس الشمع. بحط نقطة كده من الجنب ده والنقطة من الجنب التاني، وهثبتهم على التوزيع من فوق بالطريقة دي. وكمان في الظهر هثبت عصاية من خافض اللسان او اعواد الايس كريم المتاحة عندكم، وهحط كده شمع على الجزء اللي فوق ده كده، وهبدأ ان انا اثبتها في التوزيع من ورا بالشكل ده. بعد كده عملت فيونكة من البايب كلينر بالشكل ده، او ممكن تعملوها بشريط الستان، وهنبدأ ان احنا نزين بيها التوزيع من فوق بالشكل ده بمسدس الشمع كده. وحطيت نقطة في النص وبدأت ان انا الزقها، وعلشان نعمل استيكرات نزين بيها التوزيعات طبعت الورقة دي من على بنترست كده عليها اشكال حلويات، او ممكن ترسموها بايديكم. يفضل انها تكون ليها علاقة بالحلويات عشان نلزقها على توزيعات العيد. انا هختار منها كده كذا شكل يخص التوزيعات بتاعة النهاردة للعيد. هختار الشكل ده كده، وهختار الفراولة والكريز والحاجات الحلوة دي. قصيتهم بالشكل ده كده. دي الفراولة اللي انا قصيتها. وده كده شكل باندا قاعد كده في فنجان كده شكله كيوت. والرسومات الباقية دي هنستخدمها في التوزيعات اللي جاية.
هبدأ ان انا اجيب الفراولة دي كده واحط عليها شمع كده، وهبدأ ان انا الزقها كستيكر على التوزيعة القمر اللي قدامي دي. وده كده شكلها النهائي. بصوا بقى شكلها خطير ازاي، بجد تحفة وما خدتش مننا اي وقت، تحفة لازم تجربوها. التوزيعة دي سهلة وشيك قوي. محتاجين كوباية التيك اواي، وهنبدأ ان احنا نقصها بالمقص او بالقطر بالشكل ده. ده شكلها كده بعد ما قصيناها. هنحطها بقى على جنب كده، والجزء ده مش هنرميه، هنقصه برضو. هنشيل كده الجزء الزيادة ده عشان هنستخدم الدايرة اللي فوق بتاعة الكوباية دي او الاطار بتاع الكوباية كيد للتوزيعة بتاعتنا. وده كده بقى شكلها بعد ما قصيناها. هنحطها بقى كده على جنب، وهجيب الكوباية نفسها، وهنبدأ نحط بقى التوزيعات بتاعتنا اللي احنا حابينها جوه الكوباية بالشكل ده. بعد ما حطيت التوزيعات كده، هبدأ ان انا اضم الكوباية على بعضها كده، وهحط اليد اللي احنا عملناها دي كده جواها، وبالدباسة بتاعتي كده هبدأ ان انا ادبس التوزيعة من النص بالشكل ده. شوفوا سهلة ازاي، مش محتاجين اي شمع ولا اي حاجة نلزقها. وعلشان ازين التوزيعة القمر دي، جبت كده عود من البايب كلينر اللي باللون الاحمر، وهبدأ ان انا اعمل فيونكة. ممكن ان انتوا تستبدلوه بشريط ستان لو مش متاح عندكم البايب كلينر. عملت الفيونكة بالشكل ده كده، وربطتها كويس كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى ان انا اثبتها على التوزيعة بتاعتي بالشكل ده. هجيب مسدس الشمع كده، وهبدأ ان انا اثبتها في النص كده على التوزيعة. وجبت كده فص من اللولي الابيض، وبدأت ان انا اثبتها كده على الفيونكة بالشكل ده. وحبيت ان انا اضيف ستيكر كده على التوزيعة القمر دي. حطيت الشمع كده على نص الكوباية، ولزقت كده التوزيعة القمر اللي على شكل بند دي بالشكل ده. وبصوا بقى شكلها قمر ازاي، سهلة وشيك جدا وسريعة، وتقدروا تعملوا منها كميات وتوزعوها في العيد. بجد سهلة قوي، لازم تجربوها. التوزيعة دي سهلة قوي، ما بتاخدش مننا اي وقت. محتاجين عصيان شيش طاووق، ونحطها في المية قبل الاستخدام، ونبدأ ان احنا نرص فيها المارشميلو بالشكل ده. بعد كده محتاجين اكياس سلوفان بتيجي من اي مكتبة، وبنقص الجزء اللي فيه اللزق ده كده بالمقص. بعد كده هندخل المارشميلو جواها، ونلم باقي الكيس كده، وهنربطه بشريط ستان او باي حاجة. انا عندي البايب كلينر ده، هبدأ ان انا اربطه بيها بالشكل ده. وعملت فيونكة من البايب كلينر، وبدأت ان انا اثبتها على الربطة اللي انا عملتها بالطريقة دي. وهزينها بقى بستيكر من فوق كده. حطيت شمع كده، وهبدأ ان انا الزق عليها الستيكر ده كده. شكلها النهائي بجد طلعت تحفة. وعملت منها واحدة كمان بالبايب كلينر باللون الازرق، عشان تبقى واحدة للبنات وواحدة للولاد. سهلة وبسيطة، ما بتاخدش مننا اي وقت، تحفة لازم تجربوها. تعالوا نعمل اشيك واسرع توزيعات ممكن تعملوها من غير ما تصرفوا فلوس كتير. طبعت الورقة دي على ورق ستيكر بالشكل ده في المكتبة من تطبيق بنترست. كده عليها شكل ولد وبنت ماسكين بلالين، عشان تدينا اجواء العيد لما نزين بيها التوزيعات. في اشكال كتير على بنترست، تقدروا تطبعوا الرسومات اللي تعجبكم. ودي كده ورقة عادية بتاعت ورقة A4. طبعت كده عليها برضو ولد وبنت كده، ومكتوب عليها عيد سعيد والعيدية. ده كده ورق مقوى اللي هو الA4 الملون. هبدأ ان انا اقوي بيها الورقة اللي هي العادية دي. قصيت كده شكل من الولد والبنت دول من الورقة، وهبدأ ان انا اقص كده الاطراف الزيادة اللي موجودة. وهقسم الورقة كده بالنص، اشيل كده الزيادات الفاضية اللي ملهاش لازمة كده حوالين الشكل. عايزة اعمل البطاقة كده بشكل حلو، وفي نفس الوقت كده تبقى شكلها احترافية كده كأنها جاهزة. عملت كده برضو حركة في الاطراف كده بدوران، كأن الكارت كده فيه دوران كده، شكله حلو قوي. وعملت برضو نفس الحركة دي مع التوزيعة اللي عليها الولد اللي ماسك بلالين ده كده. هبدأ بقى ان انا اجيب اللزق البرايت بتاعي، وهبدأ ان انا الزق الكروت العادية اللي احنا عملناها دي على الورق المقوى او A4 الملون اللي انتوا شايفينه ده. وهحط كده على ظهر الكارت كده اللزق البرايت ده. بعد كده هثبته على الورقة بالشكل ده، وبفرغ اي هوا بايديا كده بالراحة. طبعا انا مسرعة الفيديو علشان بس وقت الفيديو معاكم. وبنفس الطريقة هنعمل الكارت التاني كده. هنحط برضو عليه اللزق كده، وهنثبته كويس على الورق المقوى. ودلوقتي هجيب بقى المقص بتاعي، وهقصهم بالشكل ده. وكده بقى معانا اسهل كارت من صنع ايدينا نحط فيه العيدية. بصوا شايفين شكلهم حلو ازاي. جبت برضو الستيكر ده اللي احنا عملناه، وهبدأ ان انا اقص البنتين دول والولدين دول بالمقص بالشكل ده. كده عملنا 6 كروت لتقديم العيدية، وهنحط فيها كمان توزيعات بطريقة مختلفة. تعالوا نشوف هنعملهم ازاي. اول حاجة جبت الكارت ده كده، وعند كلمة العيدية دي عملت فتحة كده في الكارت بخرامة الورق بالشكل ده. وهبدأ ان انا بقى اجيب الفلوس بتاعتي اللي انا هقدمها كعادية، وهلفها كده. وبعد كده هربطها بالبتاعة دي كده، مش فاكرة اسمها، اكتبولي تحت في الكومنتات اسمها ايه. وهبدأ ان انا ادخلها في الفتحة اللي احنا عملناها في الكارت ده بالشكل ده، وهقفلها كده كويس من ورا.
وهتنيها لورا كده، وده كده شكل العيدية لما حطيناها على كارت التوزيعات. هجيب برضو كده الفلوس دي وهبدأ ان انا ابرمها بالشكل ده كده، وهجيب كده بايب كلينر وهبدأ ان انا اربط بيه الفلوس بالشكل ده، وهثبته برضو على كارت العيدية بالطريقة دي. وده كده شكلهم بعد ما حطينا فيهم العيدية. تقدروا تقدموها بقى للأطفال أو للكبار عادي. ممكن كمان تضيفوا لها توزيعات من الحلويات. أنا جبت كده مسدس الشمع وجبت كده الجنيه الدهب دي شوكولاتة على شكل جنيه دهب، وهبدأ ان انا ألزقها كده على الكارت عشان يبقى معانا كده توزيعة شكلها حلو فيها عيدية، وكمان فيها كده توزيعة حلوة. وبس كده بقى معانا أحلى كارت لتوزيع العيدية بشكل لطيف وشيك، ينفع للكبار والصغيرين. تحفة، لازم تجربوه، هيعجبكم قوي. الفكرة دي سهلة وسريعة، تقدروا تعملوا منها كميات لتوزيعات العيد للأولاد. هنجيب كده الورق الاستيكر اللي احنا عملناه ده كده على شكل توزيعات للعيد، وهنبدأ نشيل كده الورقة بالشكل ده، وهنجيب ورقة كانسون باللون اللبني او اي لون انتوا تحبوه، وهنبدأ نلزق على استيكر التوزيعات بالشكل ده كده. بعد كده هنجيب اي توزيعة كده وبمسدس الشمع هنحط كده عليها الشمع بالشكل ده، وهنثبتها على الكارت بالطريقة دي. بصوا بقى شكلها خطير ازاي، تقدروا بقى تقدموها للأولاد الصغيرين، هيفرحوا بيها جدا. فكرة توزيع للبنات الصغيرين شكلها تحفة. هنجيب كده ستيكر التوزيعات اللي على شكل بنوتة، وهنبدأ نشيل ورقة الاستيكر بالشكل ده. بعد كده هجيب ورقة كانسون باللون الفوشيا او بأي لون انتوا تحبوه، وهنبدأ نلزق عليه الاستيكر التوزيعات بالشكل ده كده. بعد كده هنجيب اي توزيع حابين ان احنا نحطها، وهنجيب مسدس الشمع وهنحط على ظهرها شمع بالشكل ده، وهنثبتها على الكارت بالطريقة دي كده. وعلشان التوزيعة دي لطفلة صغيرة حبيت ان انا اضيف لها بالونة كده. هنجيب كده القطر وهنعمل خط صغير كده في الكارت ندخل فيه البالونة بالشكل ده. بصوا كده بقى شكلها قمر ازاي، تقدروا بقى تقدموها للبنات الصغيرين، هيفرحوا بيها قوي. تعالوا كمان نعمل توزيع للولاد الصغيرين شكلها تحفة. هنحط برضو الاستيكر بتاع التوزيعات اللي على شكل اولاد ده كده على ورقة كانسون باللون اللبني، وهبدأ ان انا احط عليها اي توزيع بالشكل ده كده بمسدس الشمع. وممكن كمان بقى نضيف لها اي لعبة كده للاولاد يحبوها، طيارة صغيرة او عربية صغيرة المتاح عندكم. فكرة توزيع سهلة اوي للبنات الكبار، هتفرحهم جدا. هنجيب كده ستيكر التوزيعات اللي على شكل بنوتة ده، وهنلزقها على ورقة الكانسون باللون الفوشيا او باي لون انتوا تحبوه. والمرة دي هنحط توزيعات للبنات الكبار. هنجيب بقى اي حظاظة هاند ميد كده او اي اسورة احنا عملناها بايدينا، او حتى لو هي جاهزة. عملت واحدة كده باللون البينك في الاسود بالشكل ده، وعملت واحدة تانية باللون اللبني زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ ان انا اثبتهم على التوزيعة بتاعتي. هنجيب بقى مسدس الشمع وهنبدأ ان احنا نحط نقطة كده على الكارت بتاع التوزيعات، وهنثبت عليها الاساور بالشكل ده كده. وهجيب ستيكر كده على شكل كريز، وهبدأ ان انا احط عليه شمع كده في الظهر، وهلزقه كده على التوزيعة القمر بتاعتي. وده كده بقى شكلها قمر قوي. تقدروا بقى تحطوا مكان الاساور دي توك، او ممكن تجيبوا قلم روج وتثبتوه كده بدبل فيس، او ممكن اي حاجة انتوا تحبوها. بجد تحفة، لازم تجربوها. ترى وبكده نكون عملنا 10 أفكار لتوزيعات العيد جديدة وسهلة وغير مكلفة، تقدروا تعملوها بكل سهولة وتفرحوا بيها الأطفال وكمان الناس القريبين منكم، بنية إدخال السرور على قلب مسلم. وكمان هتكونوا سبب في نشر الفرحة والبهجة في العيد، وهتكونوا جزء منها. واكتبولي في الكومنتات ايه الأفكار اللي عجبتكم في فيديو النهاردة وحابين ان انتوا تنفذوها للعيد. ده بفرح جدا لما بشوف التعليقات بتاعتكم. قولولي لو تحبوا اعمل لكم أفكار تانية للتوزيعات ولا لأ. لو لقيت تفاعل حلو على الفيديو ده هعمل لكم جزء تاني من التوزيعات. وتابعوا معايا الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. هنبدأ اول سلسلة من افكار البايب كلينر زي ما وعدتكم على المنتدى. نعمل سلسلة افكار حلوة جدا وسهلة من البايب كلينر. تابعوا الفترة اللي جاية. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه كده واتسليتم. لو عجبكم بقى فيديو النهاردة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على علامة الكل علشان يوصلكوا اشعار مني بكل جديد انا بقدمه. وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم مقدما. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. بحبكم جدا، سلام.